امبارح طلبتوا مني ان انا اتكلم عن ازاي ان انا احب نفسي. اول حاجه ما تقارنش نفسك باي حد، بس طور من نفسك. يعني خليك دايما متطلع للاحسن، حب نفسك زي ما انت بكل تفاصيلك. طب ازاي؟ اول حاجه سامح نفسك على كل الاخطاء القديمه، حب نفسك بكل حاجه انت عملتها. الحلو ازود منه والوحش اتصالح معاه وابعد عنه. خليك صادق مع نفسك وخليك صادق مع غيرك. ابعد عن كل العلاقات السلبيه، بس في نفس الوقت خليك طرف ايجابي. لما تلاقي حد في حاجه كويسه اشكر الناس على كل حاجه حلوه فيها وتعلم منهم. لو مضايقك شكلك اشتغل عليه، تابع وزنك، اعمل رياضه حتى من البيت. دلعوا نفسكم، اشتروا حاجه بسيطه نفسكم فيها، اهتموا بنفسكم، خليك ممتن لنفسك، اشكر نفسك، طبطبوا على نفسكم، قدروا مشاعركم. ابعدوا عن السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بتأذي النفس، بتخليك دايما مش راضي عن حاجات كتير في حياتك، سواء في اللايف ستايل او اسلوب الحياه بتاع الناس، اسلوب لبسهم، العلاقات اللي بيكونوا فيها. ايا كان، اهم حاجه تبقى صادق مع نفسك ومع نقط القوه والضعف بتاعتك، وامسك نقط القوه وطور من نفسك فيها. اكتشف مهاراتك ايا كان هي قد ايه بسيطه. ما تركزش قوي في راي الناس، لان في علاقات كتيره جدا في حياتنا ممكن تدينا اراء من منظورها هي. اهم حاجه ان انت تطلع كل العلاقات المؤذيه بره حياتك، لان العلاقات المؤذيه بتتغذى على ان هي تفضل تنتقدك. القرب من ربنا والصلاه اكتر حاجه بتزود ثقه الانسان في النفس، بتخليه يحب كل حياته بتفاصيله بشكله، ان هو يكون بيصلي وقريب من ربنا. كل حاجه ممكن نعملها هتحببنا في نفسنا، بس اهم حاجه نبتدي. وده طبعا مش الفيديو الاخير، هتكلم كتير في الموضوع ده.